محل القطط والعصافير اللي شفناه، ووعدت حضراتكم ان احنا هنبقى موجودين هنا. المحل اهو. الله، عصافير الزينه وحاجات جميله سبحان الله، حاجات جميله وحاجات طبيعيه. احنا جينا هنا. السلام عليكم. احنا جينا وشفنا القطط، عايزين نشوف القطط وعرفنا بحضرتك. احمد القطري. ده المحل بتاعك يا احمد؟ تمام. انت بتربي القطط او بتبيعها او نظامك ايه؟ لا، انا بشتريها وببيعها. احنا عايزين نتفرج على القطط لان فعلا شكلها جميل. الله، ده اللي اسمهم ايه القطط دي؟ لا، الزبون هو اللي بياخد وبيسمي، وهو اللي بيعوده بقى. ده كله احنا دي بنعوده. قطط ايه؟ نوعها ايه؟ ديت يولي فيس. يولي فيس. شراز يولي فيس. شراز يعني البلد او المنشأ ايه؟ لا، هو شراز يولي فيس. لا، ديت بتتهاجن، هي كانت كلها جايه من بره ونزلت هنا في مصر وكترت. يعني بيحصل لها عمليه تهجين أيوه. فبقت خليط ما بين مصر أيوه. والبلد بتاعتنا. كل حاجه ديت بقت هم في شكلهم في القفص يا احمد جميل قوي. اكلهم ازاي او بيطلب منك ايه وانت بتاكل؟ هو الدراي بتاعهم او الاكل البيت او الكلام ده كله بيتاكلم في البيت معاك. حسب التعود معاك انت. وده برضو نفس النوع بس على اسمر. الله، شكلهم حلو. طب جات لك الفكره منين يا احمد وانت بتعمل محل؟ احنا مجرد بس ما بنشوف القطه بيبقوا فرحانين كده وبتدي لمسه جميله. جالك فكره منين وانت تعمل حاجه جميله كده تلفت النظر ديت كماليات في البيت، مش حاجه اساسيه. تمام، بس يا دكور حاجه زينه في البيت. بتشجعك كل واحد اللي هو يستثمر في حاجه. على فكره احمد معاك بكالوريوس تجاره صح؟ احمد كليه ما بكالوريوس تجاره وباباه صحفي، واحمد طبعا متربى على الصحافه وعلى الاعلام. واحنا من داخل محل احمد اهو، المحل شارع مكنه المجولي المعصره. احنا شايفين ضيف وشايفين باباه. السلام عليكم. عرفنا بنفسك كده وانت عرفنا برضو بنفسك. خالد القطري. بتشتغل ايه يا استاذ خالد؟ على باب الله. لا صحفي. استاذ خالد القطري صحفي؟ لا مش صحفي. انت دخلنا في مسألة ايه؟ لا مش رجل اعمال. رجل اعمال. وانت عراقي وجاي هنا لايه؟ زياره كده. زياره قد ايه؟ شهر كده. عجبك المحل بتاع احمد؟ وتقول ايه وانت شايف حاجات جميله فعلا، والمحل جامع حاجات حلوه من عصافير لقطط